السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين ورق يوسف. أنا عاملة الفيديو ده عشان خاطر أتكلم عن أتواب القماش، لكن وأنا باتكلم عن أتواب القماش هاتكلم معاكم عن مشكلة حصلت مع صديقة ليا على جروب الفيس. هو جروب إحنا عاملين إن إحنا بنتابع بعض فيه. بتقول فيه يا جماعة إن القماش هي جابته على أساس إن هو عمرية، بتسأل هو اتضرب والّا إيه، ما تعرفش طبعًا الخامات، لأن معظم البنات اللي بتشتغل أو التجار عامةً كمان على فكرة في ناس ما تعرفش الخامة أساسًا. دي الخامة المضروبة اللي هي شارياها، البورصة بتاعها مفتوح وزي ما أنتم شايفين التنسيق بتاعها كتير جدًا. ده أنا باصوركم عندي، أنا أكتر حد عنده بواقي قماش. باصوركم عندي القماش، أنا كده أصلًا القماش ده دايمًا أنا شغالة في الرسمة دي. باصوركم أنا عندي دولاب ما شاء الله مليان بواقي قماش وباروح راكناها، يعني كده أصلًا يعني الحاجة اللي أنا باجيبها بزيادة باركنها ووقت ما احتاجها بارجع لها. فباوريكم القماش وهو موجود عندي أهوّة، البورس بتاعه مقفول، فرق جامد خالص عن اللي هي باعتاها. اللي هي باعتاها بورسلها مفتوح وفيها تنسيق كده زي الألياف، لكن ده دايمًا تنسيق القماش اللي هو القطن بيبقى زي الخيط. خيط كده بتشديه بيتقطع معاكِ، زي دي رخر قماش عمرية البورس المقفول. للأسف ما عنديش أي حاجة بورس مفتوح في العمرية، إن أنا أشرح لكم عليها أو أوريكم مثلًا هي إيه. ده من القطن اللي عندي بورسله مقفول وخامة محترمة، يعني بصراحة خامة قطن، اللي أنا باجيبها من تبع شركة زين، هنتكلم بعد كده عنها. فأنا بس باوريكم طبعًا اللي عندي بقى البورس المفتوح، هو البورس المفتوح اللي بيبقى موجود عندي في التركي ال3D والماكرو فايبر والمصرية اللي هو السادة. أمّا العمرية عامةً الشغل كله فيها في البورس المقفول زي ما باوريكم كده. ده القماش اللي موجود عندي، البورس المقفول بيبقى يا جماعة يا بنات بيبقى في نهاية القماش كده خطين تقال شوية وبورسلهم مقفول، يعني ما فيهمش أي تنسيق. دي القماشة طبعًا اللي الأخت كانت باعتة تسأل عليها تقول لي هي ديّة هو القماش العميل اتضرب والّا إيه؟ هو ما اتضربش ولا حاجة، هو دلوقتي حاليًا في خامتين في السوق، بتبقى بنفس الألوان ونفس الأشكال، لكن بتبقى خامة قطن بورسلها مقفول زي ما أنتم شايفين. دي القطن بورسلها مقفول والتنسيق بتاعها زي خيوط، بُصّوا خيوط إيه، خيط، أنتِ حتى بتيجي تشديه بيبقى بيتقطع معاكِ خيط. أمّا التنسيق بتاع المُخلط عامةً يعني بيبقى حاجة كده مش عارفة مصنّعة كده، خيوط مصنّعة كده تلاقي زي ماكرو فايبر كده معاكِ، مش قطن، مش خيط قطن أصلًا. دي القماش اللي هو اللي أنا شغّالة فيه، البورصل بتاعه مقفول، حتى القماش بتبقى جايباه قطن بصراحة، يعني أنا مثلًا بتبقى ملمسه قطن، بتبقى الوش والضهر بتاعه قطن زي ما أنتم شايفين، ده ضهر القماش باين عليه حتى من التصوير إن هو قطن. فأنا عارفة إن بنات كتير جدًا، يا بنات أنتم بتشتغلوا أونلاين، وعارفة إن كتير أوي ما يعرفوش في الخامات، هُم بس يا عيني بيسمعوا عن الاسم، يعني اسم العمرية يعني قماش قطن وكده، لكن هو العمرية عامةً أصلًا ما فيش حاجة اسمها عمرية دلوقتي. هو دلوقتي مصنع العمرية ده قفل من زمان، دلوقتي شركات كل شركة لها خامة مخصصة بيها. بُصّوا الخامة ديّة والله كانت مطلوب مني فيها شغل، وبعدين الشغل برضك كتير، يعني كان مطلوب منها كمية. عشان خاطر مش بقى لها فترة مش موجودة، كل اللي موجود في السوق حاليًا من الخامة ديّة بورصل مفتوح وخامة مش حلوة خالص، عشان تبقى أنتم عارفين. الخامة اللي موجودة حاليًا في السوق عامةً حتى لو عندي زين اللي باشتري منه هو عنده دلوقتي خامتين، بورصل مفتوح وبورصل مقفول. اللي موجودة حاليًا دلوقتي بورصل مش مقفول، يعني مش قطن. كانت مطلوبة مني شغل، بُص شغلي من أكتر معظم شغلي في الرسمتين دول، اللي هي الزبونة اللي هي الأخت كانت بتسأل عليها، والرسمة التانية دي. كانت مطلوب مني فيها شغل، وانا بصراحه رفضت، ان انا قلت له مش موجوده حاليا غير الخامه اللي هي الاقل. فطبعا الناس بتبقى عايزه الحاجه النظيفه، وانا اللي شايفه مش الزبون اللي شايف، يعني لازم الواحد يبقى شايف. بالنسبه للي بتشتري اونلاين قماش، كده هتتخمي مهما كانت التاجره معاكي حلوه وكده وكده. فطبعا هي لو عندها الرسمه ما فيش منها حاليا دلوقتي غير البورصه المفتوح، هتبعت لك مفتوح وبتحاسبك يعني بسعر المفتوح. البورصه المفتوح بيبقى سعره اقل 10 جنيه و13 جنيه. دي شكل الأتواب أنا فتحتها. ده أول طوبين أنا جايبة طبعًا تقسيمة أتواب، طبعًا هاقسمها أنا وبنات زمايلي عشان أشتغل منها، بس طبعًا أنا جبتها عليَّ بحيث إن أنا أفتحها وأشوف. طبعًا الأتواب ساعات بيبقى فيها غلطات، فحظي بقى طلع هو في طوب واحد بس اللي فيه، لكن الحمد لله اللهم بارك يعني بقية الأتواب ما فيهاش حاجة. ده الطوب اللي طلع فيه، وطبعًا فيه زي خطوط كده في الألوان. يعني كده هي هتتعالج. هو طبعًا هو في مثلًا في بتاع ممكن يكون في 15 متر هُم اللي فيهم الخطوط ديّة.
هي جايه من تحت من عند البورصل بتاعي، يعني مثلا ايه 20 سم. يعني احنا ممكن اطلعها مثلا في القلابات، ممكن اطلعها مثلا، او ممكن كمان انا كده كده قلت للتاجر، قال لي مفيش مشكله، شوفي هقدر معاكي ايه وهاتيه، وانا يعني هو طبعا ايه طبعا مش عارفه، هو قال لي ايه ان انا هعوضك، الله اعلم هيعوض بايه يعني المفروض بقى، بس انا كسلت ان انا ابعت الطوب بصراحه. في حاجه كمان، القطن يا بنات ما بتشقش، القطن قصي بالمقص. انا جربت ان انا اشق، انا كده كده بشق في اللي هو الخامات المخلط اللي هي الميكرو فايبر والساده المخلط، بشق فيه بصراحه، الشق فيه جميل جدا ومش بيورب، يعني الشق في المخلط حلو جدا. اما في القطن زي ما انتم شايفين كده هدر معايا في القماش، جيت اشق قصيت 75 وقسمت على اساس بقى ان هم يطلعوا ايه مقسومين مظبوط، طلعوا من ناحيه مظبوطه ومن الناحيه التانيه مهدره 5 سنتي، مواربه بتاع 5 سنتي. فطبعا كل اللي انا قصيته هدرت معايا بتاع 6 متر، انا كنت بقى قص قص قص، وبعد كده شقيت من غير ما ابص، عشان جيت عشان اوصل الكرانيش لقيت نفسي القص طلع بايظ اللي هو الشق ده. فمصلحة ليكم ما تشقوش. طبعا انا شقيت في الناحية التانية في شق كمان، ما بتيجي تشق بالطول بيروح معاكي القماش وارب. بوريكي، بصي ده المقفول، تيجي تقصي على المقفول والجنب التاني. طبعا زي ما انتم شايفين البورصه المقفول اهوت. ودايما العمريه القماشه القطن ما بتبقاش فيها تنسيلات بقى من اللي هي اللي تحس ان هي زي القطن كده اللي تشديها والكلام ده، لا. بصراحه تقفيلها حلو وقصها حلو وشغلها جميل جدا. انا بص معظم شغل ما بشتغلش في البورصه المفتوح نهائي، يعني ممكن اشتغل في حاجه شبيهه للبورصه المفتوح بس خامتها نظيفه، بتبقى بورصلها بردك مقفول، بس بتبقى مش زي القطن اللي هو الخامه اللي هي الزين دي. طبعا زي ما قلت لكم زين ديت مسؤوله عن الخامه ديت، بتبقى بصراحه هي احسن حاجه في اللي احنا بنقول عليه القطن العمريه. بورصلها مقفول، وطبعا اغلى الاقمشه، يعني الفرق بينها وبين القماش المفتوح 13 جنيه في المتر، فرق كبير في القماش. طبعا ده تاني توب انا فتحته عشان خاطر اشوف فيه اي عيوب، عشان كمان اجي اشتغل على نضيف، يعني مثلا ما يجيش معايا اجي اشتغل واكون قصيت وكده. بركز، انا من النوع اللي على فكره دقيق جدا وموسوسه من ناحيه القماش، سواء بشتريه او باجي اشتغل فيه. دي برضك جربت ان انا اشق فيها، قلت ممكن يتشق كويس، ما نفعش. بصوا الشق بيبقى فيه تنسيل كتير، ويبقى ال الحرف متني، عامل زي ما كنت بشق في الشيفون، بيبقى الحرف متني، فطبعا مش هينفع ان انا ايه اشق. انا كنت عايزه اشق عشان خاطر ان انا اوفر، يعني حد قال لي ممكن تشقي مثلا بطول الكورنيش على بعضه وتعملي كورنيش لكذا ملايه، فما فيهاش معايا خالص الشق. وحتى كمان الكورنيش ما بيطلعش حلو خالص لما بتكوني عامله بطول البورصل، مش زي المخلط. في القطن عايزه تقصي، قص بيطلع الكورنيش بصراحه جميل. وطبعا العمليه زي ما معروفه ان الكورنيش فيها حلوه جدا، بتبقى شغاله في دواسه الكشكشه حلوه قوي. ده بوريكم القطن اهوت. البورصل طبعا زي ما قلت لكم، بصوا البورصل بحرف تقيل شويه ونضيف، ما فيهوش اي تنسيل، ما بينسلش نهائي. هو اصلا ده بيبقى ايه تقفيله المكنه عندهم بيبقى البدايه والنهايه عندهم. بوريكم بردك القماش. بصوا انا مهما يطلع منها مشاكل، مشكلتها الوحيده بصراحه اللي هو القطن العمريه ده، يعني اللي هو النظيف ده، مشكلته بصراحه هو ان هو ممكن يوبر وبره خفيفه كده. طبعا انتوا عارفين ان القطن ممكن يوبر، لكن بصراحه انا اشتغلت في رسومات كتير اللي هي الاوف وايت والزيتوني، والرسومات دي ما بيجيش منها شكوى، يعني حتى لو وبرت في ناس عارفه ان العمليه ممكن توبر. طبعا يا بنات انا بوريكم كده شكل الاتواب وانا واقفه كده، وبوريكم طبعا هي التنزيله، بقول لكم هي خيط مش الياف صناعيه. طبعا شايفين التيكت اللي على الحيطه دوت، بوريكم ان بص في بنات تقول لك الهاي تك اعلى، الهاي تك دي يا جماعه مصبغه تجهيز القماش. طبعا البورصل المفتوح عليه بردك نفس العلامه الهاي تك، الخامات الاقل عليها بردك اللي هي التيكت اللي هو الهاي تك. العالي بردك عليه الهاي تك. طبعا الهاي تك ديت مصبغه تجهيز القماش، اما الخامه نفسها بتبقى تبع شركه، يعني مثلا في شركه النيال، في زين، في مش عارفه حاجه كده الغنام، كل مكان في الجمله مسؤول عن كام رسمه كده موجوده عنده. فطبعا انا معظم شغلي في اللي هو زين، يعني لو لاحظتم هتلاقي كل شغلي على الصفحه من الالوان ديت، اللي هي الرسمه دي طبعا رسمه منقوشه مع المقلم بتاعها، بيبقى الماتشنج بتاعه. و... ودي رسمه جديده شبه للزيتوني اللي انا قلت لكم عليها، ما رضيتش اجيبها للعميل لانها مش موجوده حاليا، اللي موجود منها طبعا قلت لكم ان هو بورصل مفتوح ومش حلوه. فجبت البديل ديت منها. فانا طبعا عماله اوريكم، حتى بصوا القص اللي بوريكم ان مثلا مطرح القص وكده
القماش نضيف ما فيهوش مثلا تنسيل ماكرو فايبر كده ولا اي حاجه. بصوا خيط بيبقى عباره عن خيط، التنسيل بتاعه عباره عن خيط، تشديه كده بتقطعيه كانك بتقطعي خيط قطن، اذا اللي بنشتغل بيه، بس ممكن يكون اللي بنشتغل بيه اقوى شويه. والبورصه بتاعه مقفول، ظهر الخامه ما شاء الله يعني اللهم بارك، بجد انا بحبها. دي بقى الخامه اللي بقول لكم عليها المضروبه، طبعا انا ما عنديش منها حاجه ان انا اصور لكم فيديو واعمل لكم عليها، اعلق لكم عليها. زي ما قلت لكم معظم البنات ما بتعرفش، معظم البنات اللي شغالين في الملايات ما بتعرفش في الخامات، لانها اصلا هي شغاله اونلاين، معظمهم شغال اونلاين، بيجيب القماش اونلاين، ما بيسافرش وبيروح وبيجي، وبيعرف اماكن القماش فين والحلو فين والوحش فين. حتى التجار كمان يا بنات، التجار بردك عمر ما في تاجر هيقعد يقول لك كل شويه لا ده بورصه مفتوح ده بورصه مقفول. هي لو نازله بورصه مفتوح بس هيديكي، بس هو مش هيخمك في السعر، هو طبعا كده 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 هيديكي بسعر اقل لان هي سعرها اقل. اما انا نفسي التاجر هو عارف ان انا عارفه في القماش، اجي اروح الاقيها مثلا ما لقيتش الطلب بتاعه بورسلها مقفول، وما لقيتش حتى بعرفها من ايه، مش مثلا بساله فين البورصه المقفول ولا لا، لا بمسك الخامه بقول له ايه ده ديت مش كويسه مش حلوه، لا مش دي اللي انا باخد، مش دي القطن اللي انا باخد منه. يقول لي لا هي، اقول له هي ازاي، اجي ابص عليها الاقي البورصه بتاعها مفتوح، اقول له هي ازاي ما بورصلها مفتوحه. قال لي لا مش انا، مش شرط ان يكون البورصه المقفول، ده البورصه المقفول ده بيبقى عيد تجهيز. تجهيز ازاي يعني؟ يعني عيد تجهيز ازاي؟ الفرق بين البورصه ده والبورصه التاني شوفوا عامل ازاي، فرق جامد. حتى شكل الصوره كمان اللي هي بعتها باين ان هي مش قطن، باين ان هي اصلا خامه رديئه. فطبعا بيقعد يقنعني ان هي عيب تجهيز، طبعا ما برضاش اشتريها. انا عارف انتوا عارفين هي لو بورصلها مفتوح فعلا عيب تجهيز زي ما هو بيقول، وان هو بس عايزين يوفروا شويه في التجهيز وكده، وعايزين مش عايزين يقفلوا لك ان البورصل بياخد منهم ايه تكلفه اكتر عشان يقفلوه. هو فعلا لو انا ماسكه الخامه وهي فعلا بورصلها مفتوح وهي نفس الخامه اللي بورصل مقفول وهي قطن هاخدها. يعني انا اصلا انا ما بشتري القماش، بشتريه بجسه بمسكه بايدي، ما بشتريش قماش كده. انا بقالي 8 سنين في المهنه زي ما قلت لكم قبل كده، ما اشتريتش قماش اونلاين حتى لو من حد ثقه، لازم اروح اشوف القماش بنفسي واجيبه بنفسي. القطن بصراحه هو من الانواع اللي مثلا بشوفها صور اروح اشوفها على الطبيعه اللي بورصه المقفول بلاقيها جميله جدا بحب اشتريها. اما خامات الميكروفايبر وكده بتبقى صور، اجي اروح اشوف القماش على الطبيعه ممكن اكون رايحه عشان اجيب كذا حاجه، ما اجيبش الحاجه اللي تعجبني بس، ما بيعجبنيش على الطبيعه، في اقمشه ما بتعجبنيش على الطبيعه. طبعا بوريكم بقى انا فريت التوب دوت وطلعت منه عيوبه، يعني قلت لكم هو توب واحد بس اللي طلع فيه. طبعا العيب هو الحمد لله العيب ما بيبقاش في الاتواب بتاعت العمليه، بتبقى يا اما واصله والوصله دي مش عيب، واما اللي هو بقى ايه اللي هو العيب في عيب في التجهيز. برضك العيب في التجهيز مش عيب في الخامه نفسها، العيب في المصبغه، بتبقى الالوان مش واصله اصلا كده. لو طالع معاكي طبعا التوب كله فيه مشكله كبيره او ما تقدريش تحليها، مش مشكله بقى اشحني وبعتيها كده كده. التاجر بتاع القماش اللي هو الجمله ما بيعترضش ان هو تبدلي معاه قماش او حتى يعوضك او كده، ما بيعترضش بصراحه. طبعا هفرت لكم، بصوا ما شاء الله، بصوا والله هي الصور فعلا، بصوا الصور زي الحقيقه، الالوان كده حلوه، تحبي تشتغلي فيها، شغل العمليه تحبي تشتغلي فيه. طبعا ده الموديل ده، طبعا ده الموديل اللي انا طلعته من الطقم. انا ايه ما رضيتش اصور لكم الاتواب وكده لما اعمل لكم من كل موديل من كل توب انا جبته طقم. دي طبعا الرسمه دي انا مشهوره فيها وده من شغلي فيها، دي الرسمه دي جديده معايا، انا عملتها كورنيش منقوش في منقوش، بس لسه بصراحه ما عملتش الخداديات بتاعتها. هتبقى الخداديه بتاعتها منقوشه كمان الخداديه، وعليها بس حرف برواز كورنيش ساده. انا حبيتها كده ان هي تكون منقوشه في منقوشه لان في منها موديل كده. دي الرسمه الثالثه. زي ما انتم شايفين كده عملت ساده بسيط كده على الخداديه وفي ديل الملايه. بكده انا خلصت كده على الكلام عن الاتواب. بس دي بس انا بس منزله بس صور كده لشغلي. طبعا كل الشغل زي ما قلت لكم بورصل مقفول. افضل خامه يا بنات في قطن العامريه، يعني هو طبعا احنا مسمينها قطن العامريه طبعا، هي بس هي طبعا قلت لكم البورصل المقفول تبع شركه زين، وفي كمان شركات تانية هناك في الازهر، هناك في حاره بيبرس، هناك في الوان معينه بكل، يعني هناك في كذا شركه، كل شركه مخصصه بالالوان معينه ومرضك منها بورصل مفتوح وبورصل مقفول. فطبعا الخامه الحلوه اللي تحس ان هي فعلا بتبقى القطن فيها نسبته عاليه جدا ان هي بورصل مقفول.
طبعا زي ما وريتكم كده، ديت اللي كان عليها الكلام، البورصه المفتوح، وانها اتغشت فيها. ده هو الشغل، كل الشغل معظمه بورصه المقفول. نسبة القطن فيه بتبقى عالية، هي بس المشكلة في البورصة المقفول. يعني ممكن، يعني الصراحة أنا بقالي دلوقتي فترة شغالة جامدة بتاع 8 سنين في اللونين دول، موجودين على طول. بس دلوقتي اللون ده زي ما قلت لكم هو مش موجود حاليا في السوق، من الخامة الحلوة البورصة المقفول. لا، دلوقتي موجودة بورصة المفتوح وخامته مش حلوة. يعني مش حتى بورصة المفتوح وحلوة، لا ما حبيتهاش. يعني حتى الزبون هيما يجي يمسكها يحس فعلا فيها ان هي بوليستر مش قطن، بيبان. يعني هو في خامات بتبقى بورسلها مفتوح بتحس ان هي مثلا ايه، يعني قطن شويه، اما في خامات بتبقى رديئه جدا ما تحبيش تشتريها. طبعا زي ما قلت لكم، افضل شيء انك تشتري قماشك بنفسك. انت بقى عايزه تجيبي اونلاين، تركزي مع التاجر، قولوا انا عايزه بورسل مقفول وقطن. لو مش بورسل مقفول وقطن مش هرجع لك الشغل تاني، انا عايزه حاجه نظيفه. وبرضك ممكن يقولك مثلا موجود منها مثلا بورسل مش مقفول بس والله قطن وكده، حاولي تجربي. هو ساعات بيجي البورصه المقفول او اللي هو المفتوح ده فيه منه خامه حلوه قطن يعني. ده طبعا كل الشغل اللي انا بنزل لكم دوت، انا منزلش بس طول مده الفيديو انا عارفه اتكلم معاكم. كله زي ما قلت لكم قطن، بورصه المقفول. وبكده انا بقول لكم بقى عن تجربتي. بصراحه تجربه كويسه حكايه الاتواب، يعني بتوفر وما بتطلعش هوادر كتير. وسلام بقى لما بيكون بقى الاتواب ما فيهاش مشاكل، بتبقى حاجه معاكي حلوه قوي. فطبعا البنات مثلا لو انتوا مثلا بنات كده كذا بنت شغالين من مكان واحد، يا ريت تتشاركوا مع بعض في الاتواب وتجيبوها مع بعض جمله، افضل لكم بكتير. يعني المشاركه يا بنات كويسه، انك تشاركوا مثلا في توب قماش، تشوفي مثلا لو مطلوب منه او مثلا رسم مثلا على توب تطلب منك، حاولي تجيبيها جمله اتواب مع حد. لو انت مثلا شغاله كويس قوي في اماكن البنات اللي من اسوان، اماكن البعيده والاقصر، الحاجات دي كلها الاتواب معاها توفر جامد عليها. تشوف مثلا كذا رسمه مميزه والقطن فيها كويس وبورسلها مقفول وحاجه كويسه، ودايما الناس شغاله فيها تجيب منها اتواب، تجازف وتجيب اتواب. هي طبعا الاتواب دلوقتي مكلفه جدا انا عارفه، بس بصراحه توفر عليها كتير من الشحن كل شويه. وكده زي ما قلت لكم تجربه كويسه قوي الاتواب. بس طبعا يعني اللي معاه فلوس دلوقتي الدنيا كلها نايمه مع الكل، بس المشاركه بقى بتبقى كويسه انك تشاركوا مع بعض في الاتواب، توفر عليكم. في فرق حلو قوي في المتر 10 جنيه تقريبا من القطاعي والجمله. فانت احسن لك بصراحه واوفر لك، فالكويس اعمليه. وزي ما قلت لكم طبعا الاوفر هتعملوه، وزي ما قلت لكم من قبل، اماكن الجمله ان شاء الله اللي يحتاج حاجه يتابعني واتس، وانا هقول لكم على الاماكن. وطبعا حاره بيبرز فيها كل قماش الجمله. في حاجه كمان اخيره نصيحه، يعني نبعد خالص عن الالوان الغامقه في قماش القطن العمريه، نبعد عنها عشان خاطر بيجي مشاكل بعد منها. كمتابعه في شغل وكده، ابعدي عن الغوامق. يعني لا دي مش من الغوامق، دي بصراحه حلوه. يعني دي حتى خامتها دي كانت من انواع اللي هي مش زين، بس برسلها مقفول. يعني في بعض في انواع تانية غير زين برسلها مقفول وخامتها كويسه. يعني انت بقولك مش ترتبطي بزين بس، او مثلا قلت لك مثلا زين، لا لا، في خامات كتير حلوه برسلها مقفول وكويسه خامتها حلوه. يعني في سيليا برضك خامتها برضك من انواع برضك تعتبر يعني كويسه. هي طبعا هي مش زي زين، مش القطن فيها مش كتير بس كويسه. مش هنبقى مربوطين برضك برسمه معينه، دي مش زين بس خامتها كمان بورسلها مقفول وكويسه. فطبعا زي ما قلنا البورصه المقفول مش مربوط على شركه زين، لا في شركات تانية بس انا معرفهاش بصراحه يعني ايه، مش بيكون موجود بجيب بس بورصه مقفول وخامتها قطن. نني مع بعض بقى زي ما قلنا البورصه المفتوح او مقفول، ادام انت بتجيبي الحاجه بنفسك ولا البورصه المفتوح كويس هاتي مفيش مشكله. هننهي مع بعض. لا تنسوا الاشتراك في القناه والدعم ليا. السلام عليكم.